بنت بتدعي ان في شاب اتحرش بيها في اتوبيس النقل العام. ايه القصه؟ الساعات اللي فاتت بنشوف فيديو بينتشر على السوشيال ميديا كالنار في الهشيم، فيديو من فئه فيديوهات مش غريبه علينا وبنشوفها دايما باستمرار على السوشيال ميديا. الفيديو كان عباره عن استغاثه ان في واحده بتصرخ وبتصور وبتقول ان في شاب بيتحرش بيها، واللي وثقته بكاميرا تليفونها وخلى الناس منذهله هي رد فعل الناس اللي كانت موجوده داخل الاتوبيس اللي مفيش حد فيهم اتحرك وكانوا بيتفرجوا عليها. الفيديو اللي انتشر المفهوم بتاعه ان واحده بتستغيث من حد بيتحرش بيها، لكن هل هو اتحرش بيها؟ الموضوع ده ليه روايتين، الروايه الاولى روايه مريم شوقي والروايه الثانيه روايه الشاب صاحب واقعه التحرش. خلونا نبدا بروايه مريم شوقي. بعد الفيديو ما بيضرب وبيطلع ترند بنتفاجئ بالبنت اللي صورت الفيديو طالعه في فيديو تاني وبتقول انها اسمها مريم شوقي وانها صاحبه فيديو الاعتداء اللي تم عليها في الاتوبيس، وبتبين وبتقول انها شغاله في منطقه قصر البارون واللي هي بالتحديد مكانها دائري المعاد. بتقول ان الشاب ده كذا مره يمشي وراها وبيحاول ان هو يتعدى عليها لفظيا، ولكنها حاولت تصده مرتين وتزعق وتلم الناس عليه، لكن ده ما حصلش. واخر مره حصل معاها اللي حصل داخل الاتوبيس، تعدى عليها لفظيا فبدات ان هي تحط حاجه قويه للناس عشان الناس تتحرك، وقالت ان هو بيسرقها وانه حرام. لكن المفاجاه ان مريم ما لقيتش اي رد فعل من الناس اللي كانوا راكبين الاتوبيس، بل انهم بداوا يهاجموها ويقولوا لها انه ما عملكيش حاجه. مريم بتتهم اتهام واضح الناس اللي كانت داخل الاتوبيس انهم ضيعوا حقها وساعدوا الشاب في الهروب. ده الكلام اللي قالته مريم في الفيديو بتاعها. وهنا تعال نروح للروايه اللي رواها الشاب بيقول انه كان راكب في الاتوبيس وفجاه بيتفاجئ على بعد متر ونص بينه وبين الفتاه انها بدات تصرخ وتقول انه حرامي وانه بيتحرش بيها، وان البنات اللي كانوا موجودين داخل الاتوبيس بداوا انهم يتعاطفوا معاه ويقولوا له تعالى مالكش دعوه بيها، دي اكيد في حاجه في دماغها. وضح هنا وقال ان السبب ان الرجاله اللي كانت داخل الاتوبيس ما تعاطفوش مع مريم علشان انا ما عملتش حاجه فعلا، هي كانت عماله تزعق وتقول لهم اتقوا الله، لكن الرد اللي جه منهم انت ازاي بتقول اتقي الله وانت لابسه كده. الشاب صاحب الواقعه بيأكد انه بريء وبيطالب كمان بحق، لكن في النهايه الشرطه المصريه بتقبض على الشاب. حاليا التحقيقات لسه بتتم والحقيقه لسه ما ظهرتش.